مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل فراخ كنتاكي المقرمشة. تعالوا نشوف المقادير. دول حوالي 1.5 كيلو فراخ دبابيس. انا شلت الجلد بتاعها. ربع كوباية خل ابيض، انا بحب استخدم خل الرز او ممكن اي نوع من انواع الخل، لو خل ابيض ممكن. ربع كوباية عصير ليمون. عصير بصلة كاملة كبيرة بشرتها واخدت منها العصير. معلقتين كبار ملح خشن. معلقتين كبار سكر بني، لو سكر ابيض ممكن معلقة ونص كفاية، او ممكن عسل نحل. بالنسبة للتوابل اللي انا هنقع فيها الفراخ، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة زعتر، معلقة صغيرة بهارات، معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة توم بودرة، ممكن بداله توم طازة مطحون ناعم، نص معلقة صغيرة جينجر اللي هو جنزبيل، و3 4 ورقات ورق لورا اللي هو ورق الغار. تعالوا نشوف ازاي هتبلها. اول حاجة هعملها هجيب نص كوباية مية، احط لها الملح كله والسكر واقلبهم كويس قوي لحد ما السكر والملح يدوبوا خالص. وبعد كده احط التوابل والبصل والخل والليمون، وبعد كده اجيب واحدة واحدة واشقها شقتين كده من كل ناحية واحطها في التتبيلة دي. بعد كده اكمل مية لحد ما اغطيها خالص. بعد كده اقلبها كويس قوي واسيبها لمدة يوم كامل 24 ساعة. لازم انقعها في البراين ده واغطيها واشيلها في التلاجة، وكل فترة اقلبها. كده عدى على الفراخ يوم كامل في الليمون والمية والخل. هصفيها كويس الاول وبعدين احطها في دقيق والبيض وبعدين اقليها. بعد ما صفيتها هبتدي اجهز الدقيق. بالنسبة للدجاج كنتاكي بيتحط في الدقيق الاول وبعدين البيض وبعدين دقيق ذرة. هو دقيق الذرة اللي بيخليه مقرمش. كل اللي انا بعمله بحط شوية ملح وفلفل على دقيق الذرة، حاجة بسيطة كده. الدقيق الابيض ما بحطش عليه حاجة. وبجيب بيضتين واحط لهم برضو شوية ملح وفلفل صغيرين واضربهم كويس. بقلب دقيق الذرة في الملح والفلفل ويبقى كده جاهز قدامي. بعد كده احط واحدة واحدة في الدقيق، اعمل كل الكمية، وبعد كده اولع على الزيت وابتدي احطه في البيض ودقيق الذرة. كده انا عملت الكمية كلها في الدقيق. ابتدي واحدة واحدة احطها في البيض الاول وبعدين في دقيق الذرة. انا دلوقتي ولعت على الزيت، هعمل كام واحدة دلوقتي وبعد كده احطه على طول في الزيت. الزيت الاول لازم يبقى سخن قوي في الاول وبعد كده اهدي النار. كده انا عملت شوية ابتدي احطهم في الزيت. بجهز اي طبق احط فيه الفراخ بعد ما اقليها، واول ما يسخن على طول اقوم حاطه الفراخ، بس لازم النار تبقى عاليه. اول ما يتماسك احط واحده كمان وهدي النار. في الوقت ده اهدي النار. كده انا قلبتهم والنار لازم تبقى هاديه عشان يستوي من جوه يبقى مقرمش من بره في نفس الوقت. اعرف ازاي انه استوى؟ بيبتدي صوت الزيت يهدى، ما يبقاش شديد قوي، معنى كده ان هو استوى. اشيله على طول وعلي النار عشان اللي انا هحطه بعد كده، واول ما يتماسك اقوم مهديه النار. كده الكميه كلها خلصت. كل مجموعه خدت تقريبا 10 دقايق على النار، يعني 5 دقايق من كل ناحيه.
عشان انا استعجلت وطلعت واحدة طلعت نية، فلازم نقعدها 10 دقايق عشان تستوي كويس. حاولوا تجربوه وان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.